الصلع الوراثي، المشكله اللي بتقابل بنات كتير جدا من عمر 15 سنه واحنا طالعين، للاسف لحد دلوقتي مش عارفين سبب انتشارها. كل حاجه محتاجه تعرفيها عنه. هل عندك تساقط عادي ولا ده صلع وراثي؟ ايه اسبابه؟ ايه طرق علاجه اللي مش هتغنيكي عن زياره طبيب؟ كل حاجه هتعرفيها ان شاء الله في الفيديو ده. ازيكم؟ انا بسنت سالم، وفيديو النهارده عن الصلع او التساقط الوراثي. ولكن قبل ما نعرف هل احنا عندنا تساقط عادي ولا تساقط وراثي، لازم نعرف ايه هي دوره حياه الشعرايه. والشعر بيمر بثلاث مراحل. اول مرحله هي مرحله البناء، ودي المرحله اللي بتبتدي فيها البصيله تكتسب من الدوره الدمويه ومن السابيشس جلاند او من المنطقه اللي بتديها دهون علشان تديها ليونه ورطوبه، والدوره الدمويه تديها غذاء، وتتبنى الشعرايه وتخرج من سطح الجلد. تاني مرحله هي الكاتاجين، ودي المرحله اللي بتنفصل فيها الدوره الدمويه ومنطقه الدهون وتسيب الشعرايه واقفه لوحدها. اي عامل تساقط هيأثر عليها هتقع. رقم 3 وهي مرحله التيلوجين. هنفترض ان انت شعرك ما اصابوش اي عامل تساقط، ولكن هو هيقع لوحده علشان نطلع شعرايه جديده. وبكده انت عرفتي ان شعرك لازم يوميا يتساقط من 100 ل 300 شعرايه، وفي بعض المراجع بتقول 500 شعرايه في اليوم. فلو انت بتسرحي شعرك كل يوم وبيخرج فيه شويه شعر مش مشكله، هو ده الطبيعي علشان بيخرج مكانه شعر تاني. لكن لو انت بتمدي ايدك في شعرك وبتخرجي الشعر من جذوره، ده معناه ان انت عندك تساقط، ويبقى سببه الرئيسي هو الانيميا. وارجعي الفيديو اللي اتكلمنا فيه عن الموضوع ده. لكن الصلع الوراثي فيه 3 شروط لازم تتحقق فيه. اول حاجه التساقط الزياده اللي احنا لسه قايلين عليه من شويه. رقم 2 ان يكون عندك فراغات في التمبرال والفرونتال ريجن، يعني المنطقه دي والمنطقه دي. ومش عايزاكي تقولي ان سحب الشعر ده تساقط او هي دي العلامه. لا، سحب الشعر ممكن يكون بسبب انك بتشدي شعرك كتير او ما بتستخدميش بندانه قطن تحت الطرحه، هي دي اللي بتشد شعرك. فدي لو استخدمتي بندانه قطن من لافوال هتبقى جميله قوي. رقم 3 هو انك تشوفي جلدة راسك او فروه راسك زي ما هي فيها بس شعر خفيف ولكن انت شايفاه. هل هتوصلي لصلع الرجاله؟ مستحيل، مش للدرجه دي، والحمد لله احنا ما جيناتنا ما وصلتش للدرجه دي. ولكن اقصى حاجه بتشوفيها هو جلدة راسك من خلال الشعر. ايه هي اسبابه؟ رقم 1 وهو السبب الرئيسي هو العامل الوراثي او العامل الجيني. بيبقى بابا او جده او خاله او عمه، اي حد من رجال العيله عندهم صلع في جيناتهم، وللاسف الجين ده متوفر كمان في ماما. وهقولك ازاي تعرفي اذا كان الجين متوفر في ماما ولا لا. نيجي بقى للاسباب الفرعيه، وبتنقسم ل2: اسباب فرعيه قويه واسباب فرعيه ضعيفه. الاسباب الفرعيه القويه دي اللي بتكون متوفره فيكي انت ومامتك. ورقم 1 هو تكيس المبايض. تبقى مشكله كبيره جدا، لازم تروحي تكشفي نسا علشان تعرفي اذا كان عندك تكيس مبايض ولا لا. رقم 2 خلل هرموني. خلل الهرموني ده مخليكي عندك عضلات زياده او عندك شعر زياده طالع في مناطق غريبه زي منطقه الدقن ومنطقه الشنب، انك بيطلع لك شنب ودقن زي بتوع الرجاله. رقم 3 وده سبب قوي جدا وهي الانيميا او انيميا نقص الحديد، ودي كانت الاسباب القويه اللي بتبقى متوفره فيكي انت ومامتك. نيجي بقى للاسباب الفرعيه الضعيفه، وهي متعلقه باللايف ستايل شويه او بالحاجات اللي انت بتدخليها في معدتك. رقم 1 موانع الحمل. انت ممكن تكوني بتاخدي موانع حمل وعامله خلل الهرمونات شويه، فمخليه الدوره مش منتظمه ومخليه جسمك مش تمام بتوقع شعرك كمان. رقم 2 انك عندك الغده وما بتعالجيهاش، سواء الغده نشطه او خامله، انت ما بتاخديش العلاج بتاعها، فطبيعي تعمل لك تساقط. طب ايه هو الحل؟ دايما اقول لكم بانعدام السبب تنعدم النتيجه. نشوف ايه اسباب الصلع الوراثي ونبتدي نعرف هي احنا عندنا منها ايه ونتخلص منه. دلوقتي السبب الرئيسي هو العامل الوراثي، وللأسف ده ملوش علاج. احنا مش هنقدر نستأصل منك الجين المسبب للصلع الوراثي، ولكن ممكن نزود لك مرحلة الاناجين او نطول لك مدة بناء الشعراية ونطول لك مدة احتفاظ الشعراية على راسك. وده الحاجة الوحيدة اللي بتعمله هو المينوكسيديل. والمينوكسيديل مش حاجة وحشة يا جماعة، ولكنه علاج دائم وابدي. حاجة كده زي الضغط والسكر. هل ينفع مريض الضغط او السكر يبطل علاجه مطلقا؟ لا، علشان هو خلاص فبنديله حبايه واحده او حبايتين او حقنه انسولين يمشي عليها طول حياته علشان يبقى كويس. الصلع الوراثي كذلك، انت معاكي المينوكسيديل علشان تفضلي تحطيه على طول، علشان تطولي مرحله بناء الشعرايه وتطولي احتفاظ الشعرايه على فروه راسك. مش بنوقفه غير في فتره الحمل والرضاعه وقبل الجواز بحاجه بسيطه.
بعض المراجع بتقول من 6 شهور، وبعض المراجع بتقول 3 شهور، وبعض المراجع بتقول شهر. احنا خلينا في الامان ونقول 4 شهور قبل الجواز. طب وهتستخدمي ايه في الفتره دي؟ افتكر ان زيت الروزماري دلوقتي عامل ضجه كبيره، والخبره والتجربه بتقول ان هو فعلا ممكن يكون بديل كويس للمينوكسيديل. فالفتره دي تقدري تستخدمي فيها زيت الروزماري، لكن بمجرد ما تخلص ترجعي تاني للمينوكسيديل. تقدري ترجعي الفيديو المينوكسيديل وتفهمي هو بيشتغل ازاي. طب الاسباب الفرعيه، لو عندك تكيس مبايض، لو عندك خلل هرموني، لازم هتروحي لدكتوره نساء علشان تعملي سونار على المبايض تتاكدي ان مفيش تكيسات، ولو في تكيسات تعالجيها حتى لو بنوته يا جماعه مفيش اي مشكله، وده مش هيأثر عليكي. ولو عندك تكيسات ممكن تحملي عادي مفيش اي مشكله، بس هيبقى احسن لو عالجتيها. رقم 2 الخلل الهرموني، لو اتاكدتي ان عندك الحبوب او شعر الرجاله ده بسبب الخلل الهرموني، فهتروحي تعملي تحليل هرمونات وهتعالجي هرمون الذكوره. ولو تلاحظي ان كل العلاجات اللي انا اتكلمت فيها محتاجه استشاره ومتابعه من الطبيب، يعني انت ما ينفعش تاخدي الفيديو ده وتروحي تشتري مينوكسيديل وتحطيه على شعرك، لا، هو انت لازم تروحي وتتابعي علشان الاسباب كتيره قوي. طيب حد هيسالني وليه احنا نروح لدكتور ونشوف كل العلاجات دي؟ طب ما احنا نجيب المينوكسيديل وخلاص. هنفترض ان الشعرايه دي عباره عن جدار، والجدار ده فيه عمال هدد واقفين كل واحد عاوز يهده من حته. لو كلهم اتفقوا ان هم يهدوا في نفس الوقت الجدار ده هيتهد بسرعه، لكن لو فضلنا نبعد عامل عن الجدار هنحاول ان احنا نحافظ عليه اطول فتره ممكنه من الهدد. فلو افترضنا ان الانيميا ده عامل، والعامل الوراثي ده اكبر عامل فيهم واقوى عامل، والخلل الهرموني والتكيسات واللي احنا اتكلمنا عنهم كلهم، لو كلهم اتفقوا ان هم يضربوا الشعرايه مره واحده الشعرايه هتقع بسرعه، فانت شعرك هيفضل فاضي طول الوقت. لكن لو قررتي ان انت تعالجي الانيميا فهتتخلي عن عامل لفتره معينه، لو قررتي ان انت تعالجي تكيسات المبايض فانت تخليتي عن العامل الثاني، والعامل الرئيسي اللي هو الجين هو بس اللي هيكون بيضرب في الشعرايه، فهيكون اضعف لوحده من العمال التانيين حواليه. وبكده نكون حققنا الهدف من العلاج، وهو ان احنا طولنا فتره الاناجين والكاتاجين وقللنا فتره التيلوجين او مرحله تكسير الشعر او وقوعه. ولو عندك اي تساؤل اكتبوا لي في الكومنتس، ما تنسوش الشير واللايك والسبسكرايب، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد. باي.